مذكرات النهاردة عن واحد من رواد المسرح والسينما في الوطن العربي، فنان حقيقي كتب يومياته ومذكراته اللي فات عليها يمكن أكتر من 100 سنة. مذكرات النهاردة تخليك تكتشف كواليس الفن والفنانين وقتها، ومع كل موقف هتعرف ليه هو اتسمى الضاحك الباكي. هو ضحكنا وبكانا في أفلامه ومسرحياته، ورغم كل السنين دي لسه بنحب نتفرج على لعبة الست وغزل البنات وسي عمر وسلامة في خير. مذكرات النهاردة هي مذكرات العبقري نجيب الريحاني. مذكرات. حكالنا نجيب الريحاني في مقدمة الكتاب إنه فكر كتير قبل ما ينشر مذكراته، لأنه صريح وما بيخافش من الحقيقة وملوش في المدارية، لكن كان مشغول بسؤال: يا ترى أفضل بنفس الصراحة دي واكتب، ولا المجاملة والخوف على مشاعر الناس هتخليني بتهرب أو بجامل؟ لكنه في النهاية قرر وعهد على نفسه عهد إنه يحكي الواقع اللي حصل مهما كانت صعوبته، ويسجل الحقائق مهما كانت مؤلمة ليه قبل غيره. وفعلا كمل في مذكراته بالعهد ده، وبعد كده ابتدى يحس إنه بيأدي واجب، إنه بيعمل تسجيل صحيح لناحية من نواحي تاريخ الفن في بلدنا. حكى كمان إنه في مذكراته دي يمكن يكون قال على الناس حاجات ما ترضيهمش، لكن مفيش أي حد يقدر يكذبه في حرف واحد، لأنه قال الحقائق. المذكرات اتنشرت سنة 2012 من مؤسسة هنداوي. بعد مقدمة المذكرات الكتاب بيبدأ بفصل من كتابة بديع خيري، وبعدين بتتوالى الفصول اللي بيحكي فيها نجيب الريحاني رحلته وقصته، 10 فصول تقريبا. من أسامي الفصول: أول الطريق، ثروة أضعتها، في المسرح الكوميدي، كشكش بيه، وهكذا. بيحكي نجيب الريحاني عن حالة الفرقة المسرحية اللي هو كان فيها، وبيقول إن حالتهم المادية لا تسر العدو ولا حبيب، فحاولوا يفكروا في حاجة تعدل الأوضاع شوية. فاقترح الزميل علي يوسف إن السيدة منيرة المهدية اشتهرت في عالم الغنى، فإيه رأيكم لو خليناها تظهر كممثلة على المسرح؟ وحصل الرضا والاتفاق على إن منيرة المهدية تمثل في كل ليلة فصل من أي رواية من روايات الشيخ سلامة حجازي، وبعدها نجيب الريحاني وفرقته يمثلوا روايتهم العادية زي كل يوم، على شرط الإيراد مناصفة بين الفرقة ومنيرة. أول ظهور المطربة الكبيرة كان في الفصل الثالث من رواية صلاح الدين الأيوبي، ونجحت الخطة وحصل إقبال جماهيري أكبر من المتوقع. موقف تاني من المواقف المذكورة في المذكرات: ستيفان روستي ظهر عليه الغنى والعز فجأة، سألوا نجيب الريحاني عن السبب، فحكى له نشتغل في كباريه اسمه أبيدي روس، شغلانة بيقبض عليها 60 قرش كل يوم. رد نجيب الريحاني: يا نهار أبوك زي الكرنب يا ستيفان يا روستي، 60 قرش في الليلة، يعني قد ماهية العبد لله في شهر إذا كانت الحالة رايجة كمان. ستيفان روستي شرح له إنه بيظهر من ورا ستارة شاش والنور مطفي، وبيعمل شوية حركات هزلية، يعني بالعربي خيال الظل. فرد الريحاني: أنا أعلم عن سمعة هذا المكان، لا تتفق فيه كرامة الإنسان. ستيفان قال له: وأنا مالي ومال الكلام الفارغ ده، أنا راجل بشتغل من ورا الستار، ولا حد عارفني ولا حد شايفني، ثم إن الوقت اللي بمضيه في عملي لا يزيد عن ربع ساعة في كل ليلة، ألهب فيهم 60 ساغ ولا حد شاف ولا حد دري. نجيب الريحاني فكر كويس وحط إيده في جيبه فما لقاش ولا مليه، فقال لستيفان: قال ما فيش عندكم شغلان الواحد زيي؟ أي دور، خدام، سيد، باشا، بيه، أفندي، واحد مش لاقي اللضا، أي دور أنا قابل، ثم إني مش طمعان كمان، نص ريال في الليلة كويس قوي، و8 ساغ كمان، رضا. اتقابلوا ليلتها عند باب الكباريه، وقعد مع صاحب المكان الخواجة روزاتي، وكان سكتش خيال الظل اللي هيتعمل ليلتها محتاج لظهور خادم بربري. ستيفان روستي قال الخواجة ما ينفعش، ده ممثل كبير ومشهور. الخواجة قطعه: لا لا، أنا مش عاوز ممثل كبير وشهير وبتاع، أنا عاوز ممثل كل شي كان، لأن الدور مش مهم. وهنا تدخل الريحاني في المناقشة وقال: أنا يا فندم ممثل بسيط على قد الحال، لا أنا شهير ولا أنا كبير. فقال: أنا مش رايح أدفع أكتر من 40 قرش. ورغم إن الخواجة ما كانش راضي يدفع أكتر من كده، إلا إن 40 قرش بالنسبة للريحاني كانوا أمله، وما كانش مصدق إنه هياخد مرتب زي ده. النهاردة هقرأ لكم بالتفصيل جزء من الفصل الأول اللي بعنوان أول الطريق. نجيب الريحاني بيحكي عن أوائل أيامه في الفن بعد ما اتفصل من شغله، وسوء الأحوال ومحاولة إيجاد شغل تاني. مذكرات. أعود إلى قهوة الفن إياه، فأقول أنني اتخذت منها بعد فصلي من البنك محلاً مختاراً،
وبعد أيام صادفني فيها الأستاذ أمين عطلة، فعرض علي أن أسافر معه إلى الإسكندرية بدل اللطعة اللي أنا ملطوعها، لأن أخاه الأكبر المرحوم سليم عطلة ألف فرقة هناك، وهي محل عطف البلدية اللي هتساعدهم بإعانة مالية. قبلت بالطبع هذا العرض، ولا سيما أن المرتب كان مغريا جدا، 4 جنيه في الشهر، وهو أول مرتب ذي قيمة تناولته في التمثيل. كانت فرقة المرحوم سليم عطلة معتزمة تمثيل رواية تشارلمان الأكبر، ولما كان العرف يقضي ذاك بأن يسند دور البطولة إلى مدير الفرقة وهو سليم عطلة، فقد كان نصيبي هو الدور الثاني، وهو دور تشارلمان نفسه. وتهيأت لي الفرصة التي كنت أراقبها من زمن، وهو أن يسند إلي دور في إحدى الدرامات. وفي نهاية الفصل الثالث من الرواية مشهد رائع وحوار بديع بين تشارلمان وبين بطل الرواية سليم عطلة، وقد أجهدت نفسي في أداء هذا المشهد وبذلت قصارى جهدي، فكان لي ما ابتغيت، إذ حالفني النجاح بشكل لم أكن أنتظره. حتى لقد أفهمني الكثيرون أنني طغيت على البطل نفسه وأغرقت في لجنة الإعجاب التي سبحت فيها ظافرا. وحين أسدل ستار هذا الفصل هالني أن جمهور من الفضلاء والأدباء، وأغلبهم من أصدقاء مدير الفرقة، صعدوا إلى المسرح وقابلوا المدير في غرفته وطلبوا استدعائي، حيث أجزلوا تهنئتي ونصحوا للمدير بالاحتفاظ بي، لأنني سأكون على حد قولهم ممثلا لا يشق لي غبار. وفرحت، لا بل ضأطت بعد هذا المديح الذي انهال علي من حيث لا أحتسب. وفي صباح اليوم التالي استدعاني الأستاذ سليم مديرنا رحمه الله، فقلت يا واد جاك الفرج، وظللت أخمن وأحذر مقدار العلاوة التي سيتحفني بها، وإذ كنت أنا شخصيا قانعا بالجنيهات ال4 التي ربطت لي. حبكت أزرار جاكيتتي ودخلت على مديري باسما متهللا معللا نفسي بالآمال، قائلا في سري أنه يكفيني أن تكون العلاوة 1 جنيه وخليني لطيف، لأن الطمع يقل ما جمع. وبعد هذا الحوار الظريف بيني أنا نجيب الريحاني وبين نفسي التي هي أمارة بالسوء، ابتدرني المدير قائلا بتلك الجملة المأثورة التي لا يزال صداها يرن في أذني: أنا متأسف جدا يا نجيب أفندي، لأن الفرقة استغنت عنك. يا نهار زي الحبر يا ولاد، استغنت عني؟ وهل يعتبر النجاح جرما يعاقب عليه الممثل؟ وإذ كان الأمر كذلك فلما لم تصدر لي الأوامر قبل التمثيل حتى؟ كنت ألجأ إلى السقوط التام والفشل الزؤام. نهيت، لم أجد فائدة من أخذ الرد، فأخذتها من قصرها وعدت بأدراجي إلى القاهرة. وفي قهوة الفن متسع للجميع، ومن فات قديمه تاه.